السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين قناة الملكة، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نتعلم مع بعض أسهل طريقة لعمل البقلاوة التركية. عندي المقادير الموجودة قدامكم هون. عندي نص قالب زبدة، عندي 200 جرام جوز مطحون، وعندي هون 20 عدد رقائق عجين، وعندي هون السكر، كوب من السكر. طبعا أنا أول مرحلة دوبت الزبدة. هلا بدهن صحن الفرن بالزبدة بواسطة فرشاة صغيرة. بدهن صحن. هون عندي 10 قطع عجين. طبعا العجين لازم يكون رقيق كتير، هيك قدر هيك. حط ال10 قطع. طبعا بتقصوا العجين على قد الصحن اللي عندكم. ندهنها مرة تانية بالزبدة. طبعا انا جبت عجين جاهز لانه ما كان معي وقت، جبته من الماركت. ان شاء الله بشي يوم ننزلكم طريقة عمل العجين. وهلا بنضيف الجوز. وبعد ما اضفنا الجوز بنضيف ضل معنا 10 قطع عجين تانية، بنضيفهم فوقها. ندهن صفحة كمان بالزبدة. وبعد ما قطعت العجين لمربعات متساوية راح اضيف الزبدة المتبقية. وهيك صارت معنا البقلاوة جاهزة لتنحط بالفرن. وهلا بعد ما طلعنا البقلاوة من الفرن بنزت عليها القطر. طبعا لازم تكون سخنة. اول ما تطلعوها من الفرن بتزتوا القطر. هذا هو الشكل النهائي للبقلاوة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، والف صحة وهنا. لا تنسوا تعملوا اعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. مع السلامة.